اخيرا لقيت حد في المحله بيعمل سماش برجر، لا ومش كده وبس، ده بيعمل كمان صوصات خاصه بيه هو، وبيعمل كمان البرجر في عيش البوتيتو. واللي ما يعرفش ايه هو السماش برجر، فالسماش برجر بيبقى عباره عن قطعه بقى لحمه كده، وبتروح جاي عامل لها سماش على الجريل، بتطلع كل الدهون اللي فيها، وبيبقى طعمه جامد قوي، والريحه اللي طالعه دي بقى بتبقى جامده جدا. والسماش برجر ده بقى معمول من قطعه لحمه معينه، واللحمه دي بلدي ومش محطوط عليها اي توابل، بيبقى عليها ملح وفلفل بس عشان تديك الطعم بقى الجامد قوي بتاع السماش برجر. النهارده بقى احنا بنجرب مطعم برجر كومبو اللي موجود في المحله في اخر شارع صيدليه الشافعي اللي قصاد بنك فيصل اللي موجود في شارع البحر، وبين المطعم ديكسي. بيدي العيش بقى تحميصه كده على الجريل خفيفه، وبعدين ينزل عليه بالصوصات. عنده العيش العادي وعيش البوتيتو، وعيش البوتيتو ده بيتعمل من عجينه البطاطس، وده بيبقى طعمه جامد قوي خصوصا مع البرجر. انا شخصيا بحبه جدا مع البرجر. وعنده ساندوتش جديد بقى اسمه سترونج ريكفورد، هو بيحط له عليه جبنه ريكفورد وهو على الجريل كده عشان الجبنه تسيح، وينزل عليه بقى بصوص السترونج الخاص بيه اللي هو الصوص الابيض ده، وبينزل عليه بقى بقطعه البرجر التانيه، وبعدين بقى يغرقه بصوص السترونج ده، وبعدين يغطيه. والسندوتشات بقى عنده بتبقى جوسي ولوسي جدا جدا. هو عنده ميزه كمان ان الصوصات كلها هو اللي بيعملها عنده، يعني مش بيحتاج ان هو يجيب صوصات من بره، فتلاقي الوان الصوصات اصلا عنده غريبه شويه، زي مثلا صوص الكاتشب ده وصوص المايونيز، وده صوص الباربيكيو، وده صوص السترونج اللي هو خاص بيه، وكمان ده الهوت صوص بتاعه، وده صوص البرجر برضه خاص بيه. فالصوصات عنده بصراحه مختلفه جدا ومش زي اي حد تاني. هنبتدي بقى بالكلاسيك برجر اللي عنده، بيبقى عباره عن شريحه برجر وشريحه تشيدر وعليهم طماطمايه والصوصات الخاصه بيه، وسعر السنجل 55 جنيه والدبل 90 جنيه والتريبل 125 جنيه. طعم البرجر حلو جدا، واللحمه كمان ليها طعم خاص بيها، كمان كمان معلهاش توابل مضيعه طعم اللحمه، فطعم اللحمه لوحدها كويس جدا. نخش بقى على السترونج ريك فورت، وده بيبقى عباره عن شريحتين برجر وعليهم بقى صوص السترونج وعليهم كمان جبنه ريك فورت. الطعم بصراحه بتاع الساندوتش ده جامد قوي. السنجل منه ب 65 والدبل ب 100 جنيه والتريبل ب 135. الطعم بصراحه جامد قوي، وطعم الصوصات كمان اللي هو حاططها السترونج ده ما ضيعش طعم البرجر، بالعكس ده اضاف ليه نكهه خاصه جدا، وطعمه بصراحه اجمد حاجه انا جربتها عندهم. والساندوتش زي ما انت شايف كده عمال يبظ من كل حته وجامد جدا. نخش بقى على الساندوتش بقى المكسيكان السبايسي، وبيبقى عباره عن شريحتين برجر وشريحه تشيدر وعليهم بقى هوت صوص جامد قوي، وهو هوت صوص سبايسي جدا. يعني لو انت بتحب السبايسي الساندوتش ده هيعجبك قوي، لان الهوت صوص كمان هو اللي عامله فمخليه جامد قوي. الساندوتش ده السنجل ب 60 والدبل ب 95 والتريبل ب 130. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده في واحد من احسن مطاعم السماش برجر او البرجر اللي موجودين في المحله، وممكن كمان في مصر كلها. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا.